بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ امبارح جيت افتح ابلكيشن اوبر لقيت جايبين لي الرسالة دي. بص الرسالة الجميلة دي. الإجراء المطلوب: 1. وثائق قيد المراجعة، سنبلغك بأحدث التطورات عند الموافقة عليها، عادة في غضون يوم واحد. يعني بيقول لك خلال يوم واحد هنرد عليك. طب هتردوا عليا في ايه؟ انا لا عندي رخصة جديدة ولا عندي حاجة اتجددت ولا عندي أي حاجة خالص. بدون أي مقدمات وقف لي الحساب ومش عارف وقفه ليه. طب أنا يا جدعان ايه المشكلة عندي؟ أنا طبعا عرضتها قوي ورحت شاحن التليفون اللي هو بتاع اوبر ده ورحت متصل بيهم. يا جدعان انا ماشي بقى وعندي رحلات كتير وعندي شغل والدنيا زي الفل، يا جماعه ايه المشكله؟ يا جماعه انا مش عارف المشكله فين. ردت عليا واحده: ازيك يا كابتن محمد مش عارف ايه، طب ايه المشكله؟ قلت لها انا مش عارف ايه المشكله، انا بفتح الحساب بيقول لي قيد المراجعه، ما عنديش اي حاجه المفروض تتراجع. راحت اكدت معايا الحساب والكلام ده كله، وبعد كده راحت طب انا مش عارف اقول لك ايه. اقول لكم على حاجه، اسمعوا المكالمه كده. محمد معايا. اتفضل. شكرا جدا جدا لانتظارك. هو بس امبارح مرة الحساب تمام، هي المشكلة غير واضحة من خلالي، فانت دلوقتي تقدر تتواصل من خلال التطبيق تمام، وانا برضو من خلالي هرفع لك طلب للفريق المختص بخصوص مشكلتك. تمام. طب يعني معلش، انتوا مدينا صلاحيه كناس ماسي وعملنا رحلات كتير ان احنا نكلمكم وبنكلمكم وانتوا مش عارفين. طب انتوا ايه لازمتكم او ايه لازمه الخاصيه اللي مديناها لنا دي؟ معلش انا اسف. تمام، هو ده انت دلوقتي بتوضح لي ان عندك مشكلة في المستندات. تمام. طب ما انا ممكن انا بعد مراجعة اكلم حضرتك اوضح بالرسائل. تمام، انا بعد مراجعة الحساب هو يعني انا ما عنديش المشكلة غير واضحة، فعشان كده هي بتتحل من خلال فريق تاني. انا بس حبيت اعرف انتوا يعني ايه لازمه الموضوع ده، فطلع الموضوع ملوش لازمه، فهنعمل بقى يعني اي حاجه للناس عشان نعرف الناس ان انتوا يعني الكلام ده كله كلام فاشل بس. وهنحاول بقى نتصل مع الدعم. اصل بنروح المكتب بيقول اصل المشكله من خلالنا، يعني حد كان عنده مشكله قبل كده راح المكتب بيقول اصل مش من خلالنا، مش عارف نتصل بمين اصل مش من خلالنا، نبعت رسائل اصل مش خلال. هنروح لمين يا عم؟ نطلع على امريكا على طول ولا نعمل ايه بالظبط؟ تمام، انا اكيد مقدره موقفك من الامر ده ومتفهمه اكيد ان مشكله حسابك والله انا عن تجربه، انتوا ولا بتقدروا ولا بتتفهموا. يعني عن تجربه، انا ليا في الشركه فتره جامده ويعني معايا جروبات ومعايا ناس اكتر من 35,000 حد بيعاني من مشاكل اوبر ومن يعني رداءة اوبر اللي هي بقت رديئه جدا، خدمه بقت سيئه جدا ككابتن وكعميل وككل حاجه. فلنا الله يعني ربنا يتولانا الحمد لله. خساره شويه الرصيد اللي انا ضيعتهم، بس انا مش بوجه لحضرتك، انا بوجه للشركه ان هي شركه فاشله فاشله فاشله. بس اسف لحضرتك، سلام عليكم. المهم بعد المكالمه دي بعت رساله، والرساله رد عليها بالليل وقال لي ما عندكش اي مشكله والحساب شغال ومفيش اي مشكله. طب انتوا وقفتوا له ايه؟ هم مش عارفين وانا مش عارف ومفيش اي حد عارف خالص. انا مش عارف عامه هو ده ايه، بلوك عشوائي ولا ده من عينه بلوك ولا حاجه ولا ايه بالظبط. فالمهم يعني او ممكن عاوزين يقرصوا وداني شويه عشان انا مثلا بعمل قدامهم فيديوهات او الكلام ده كله. فانا بالنسبه لي الموضوع ده ما يشغلنيش وما عنديش اي مشكله مع اي حد يولعوا بجاز، لا اوبر ولا غير اوبر، مفيش اي مشكله. انا بخصوص الموضوع ده جاي احذر الناس، اقول لك لو انت عندك اي مشكله تكلم مع خدمه العملاء في الرسائل او في التليفون او في اي حاجه بثقه ان انت ما عندكش اي مشكله. حاول ترد عليهم على طول، حاول تتكلم معاهم كلمه بكلمه، تعرفهم اللي بيكلمك ده مش فاهم اي حاجه. انا يعني في الرساله حتى اللي بعتها لهم بهدلتهم فيها: انتوا الشركه تعبانه، انتوا شركه رديئه، انتوا شركه مالكمش اي لازمه. فحسستهم ان هم فعلا مش فاهمين اي حاجه، عشان في اتنين في الدنيا دي كلها بيحسسوك ان انت اللي غلط، هم اللي صح وانت اللي غلط. اي موظف بتاع خدمه عملاء بتاعت اي شركه او اي ضابط مرور او امين شرطه بتاع المرور لازم انت اللي غلط، هو اللي صح وانت اللي غلط على طول. المهم يعني انا عن نفسي الحساب بتاعي اشتغل الحمد لله امبارح بدون اي حاجه. بعت رساله قال له طب ايه الموضوع، طب ابعت لنا مش عارف ايه، طب اعمل لنا ايه، والموضوع اتحل بالليل بدون اي حاجه. يعني انا مش فاهم لغايه دلوقتي هو المشكله كانت فين، وهم لغايه دلوقتي مش فاهمين المشكله كانت فين. فمن الاخر يعني ريح دماغك عشان تاخد حقك من الشركات الزباله دي. اتكلم طول ما انت معاك حق وما عملتش مشكله وما عندكش اي مشكله، هترجع حسابك غصب عن اي حد. طول ما فيش اثبات ما فيش اي حاجه ان انت عملت اي حاجه، خلص الموضوع. انا ما كانش عندي اي مشكله، الحساب اشتغل اوتوماتيك وكان واقف اوتوماتيك، بس انا مش عارف المشكله كانت فين. فالمهم يعني بحاول اوصل للناس رساله ان الدعم ما بينفعش اي حد، ولازم تاخد حقك بجد وتكون واثق من نفسك عشان حسابك يرجع او حقك يرجع، سواء فلوس سواء حساب سواء رحله حد نصب عليك فيها سواء اي حاجه. لازم تكون بجد واثق من نفسك عشان ترجع حقك بس.
انا بس حاولت اوصل لكم تجربتي، واي حد عنده تجربه يبعتها لي او يحطها في الكومنتات، او نحاول نعرف الناس اللي هي ما عندهاش اي تجارب او ما حصلهاش كده قبل كده. احنا بس بنحاول نوعي الناس ونمرر لهم تجربتنا اللي احنا مرينا بيها، عشان اللي بعد كده اللي يمر بحاجه زي كده يبقى عارف يعمل ايه. بس هو ده الخلاصه، وهو ده اللي احنا عاوزينه من الفيديو ده بس.